بالطريقة دي عشان نوريكم بالظبط برضو، عشان تبقوا فاهمين مجال الزيت كويس. ده هد الكرنكة. السوستة دي لو ضعيفة ممكن تغيرها او تفتحها شوية بزردية ولا حاجة كده، تفتحها شوية عشان ايه الكرنك ياخد زيت مظبوط. بتبقى راكبة هنا كده، بتاخد الزيت هنا تدخله فين؟ تدخله للبي ال. البي ال فيه رشاشين زيت يرشوا على الكرنك. تمام كده وصلنا حد فين؟ حد هنا. والزيت هيكمل معنا برضو من هنا، هيخش في الماسورة دي يطلع ليه، هيخش في الماسورة دي يخش على دي فتحة رشاش الفل الدبرياج. لازم برضو الفتاح دي كلها تتسلك معنا كويس اهو كده، هتسلك معنا، هترش معنا زيت على الفل بتاع الدبرياج برضو. ليه نختبرها برضو يا مطلع معنا. تمام يبقى بعد الفل هيخش معنا الزيت من هنا. طبعا الوش راكب كده، هيكمل معنا الزيت من هنا يخش هنا اهو. دي فتحة الزيت اهو، بص ده مكان مسمار، ده مكان مسمار، دي فتحة ايه؟ فتحة الزيت. هيخش من هنا الزيت على الفرغة التانية. هات النور هنا كده، هيخش هنا في الفتحة دي، هيخش هنا معنا في الفتحة دي، هيكمل في الفتحة دي، هيخش على الرشاش بتاع الشميزة برضه اللي هو الصغير ده، لازم يتسلك كله. ده بيرش معنا عليه على الشميزة وعلى البستم عشان تبقى ملينة، ما تتاكلش، ما تاكلش في روحك، ما تسخنش معاك الماء. والفونيا دي اللي متطلع زيت فوق هتيجي هتدي هنا وتيجي مطلع ماشي معنا الزيت لفوق هنا مع الجويطة دي، مع الجويطة دي كده هيطلع الزيت في الشميزة من هنا كده، هيطلع الزيت من هنا كده، وهيكمل معنا برضو في الراس خزنة من هنا. هيطلع فين اهو، في فتحة هنا جوا برضو اها اللي هي دي برضو. هنسد كده بيدنا وهننفخ هنا سالكة. تمام يبقى كده مجاري الزيت كلها معاك، ان دي مجرى الزيت اللي هي اخر حاجة في المكنة اللي مترش زيت عليها للكامة وللشواكيش فوق والجلد الصبابة والكلام ده. بكده نكون شرحنا لكم ايه مجاري الزيت كلها بتاعت